بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبطال تالتة إعدادي. النهاردة هنتعلم قاعدة enjoy و avoid. القاعدة دي وردت واتكررت عليها أسئلة كتير جدا في كتاب الطالب وكتاب التقييمات، علشان كده بنركز عليها، وحتى الأسئلة اللي جايبها لك عشان نتدرب عليها ونحلها كلها من كتاب الطالب والتقييمات. أول حاجة عاوزين نتعلمها كلمة enjoy، وenjoy معناها يستمتع، بيجي وراها المصدر وبضيف له ing. بعد كده عندنا كلمة avoid يتجنب، وبرضه بجيب وراها المصدر وبحط له ing. يعني enjoy يستمتع وavoid يتجنب، لما بتلاقيهم في أي سؤال بتجيب وراهم المصدر الفعل الأصلي وبتزود له ing. تعال نقرأ رأس السؤال. Complete the sentences with the correct form، يعني أكمل الجمل بالشكل السليم of the words in the brackets للكلمات اللي في الأقواس. Number 1. He enjoys write stories about survival. ومعنى الجملة إن هو بيستمتع بكتابة القصص عن البقاء على قيد الحياة. يلا نعدل كلمة write. طبعا احنا اتفقنا إن كلمة enjoys بيجي وراها مصدر الفعل وبضيف له ing. اتعلمنا في القواعد إن أي فعل آخره e وأنا عاوز أضيف له ing بشيل الإي الأول وبعد كده بحط ing. يبقى هنكتب كلمة write وهنحذف الإي، وبعد كده نحط ing. يبقى تصحيح كلمة write writing. تعال نقول الجملة بعد ما صححناها. He enjoys writing stories about survival. هو بيستمتع بكتابة القصص عن البقاء على قيد الحياة. Number 2. He enjoy read adventure stories. يعني هو بيستمتع بقراءة قصص المغامرات about explorers، عن المستكشفين. طبعا زي ما احنا شايفين قبل النقط عندنا كلمة enjoy، وenjoy اتعلمنا قاعدتها وقلنا بيجي وراها الفعل بلس ing. يبقى I enjoy reading adventure stories، يبقى أنا بستمتع بقراءة قصص المغامرات. يبقى تصحيح كلمة read reading. Number 3. My sister enjoys watches TV at night. هنا يقصد يقول إن أختي بتستمتع بمشاهدة التلفاز في الليل. يلا نبدأ نحل. قبل النقط عندنا كلمة enjoys، وكلمة enjoys زي ما اتعلمنا بجيب وراها المصدر وبحط له ing. بس نخلي بالنا قبل ما احط للفعل ing اتأكد ان هو في المصدر. تعال نشوف الكلمة اللي عندنا هي كلمة watches. كلمة watches مش في المصدر، هنجيب المصدر بتاعها، هنشيل الاي اس ونكتب watch. كده جبنا المصدر وبعد كده بنحط له ing. يبقى تصحيح كلمة watches watching. Number 4. You must avoid touch the hot pan. هنا بيقول يجب أن تتجنب أن تلمس القدر الساخن. تعال نشوف قبل النقط عندنا إيه. عندنا كلمة avoid، وavoid من الكلمات اللي برضو بيجي وراها الفعل وبنضيف له ing. أتأكد الأول إن الفعل بتاعي في المصدر وبعدها أحط ing. الكلمة اللي عندنا كلمة touch. تعال نصحح كلمة touch. طبعا كلمة touch عندنا هي في المصدر، يبقى تصحيح كلمة touch touching. Number 5. The explorer avoided. هنا بيقول إن المستكشف تجنب drink on clear water. هنا يقصد يقول تجنب شرب الماء الغير صافي. تعال نشوف قبل النقط عندنا كلمة avoided، وavoided اتعلمنا قاعدتها بيجي وراها الفعل وبضيف له ing. بس لازم اتأكد قبل ما احط ing ان الفعل بتاعي في المصدر. طبعا drink هنا في المصدر فعلا مفيهاش اي مشكلة، نكتب drink ونزود لها ing. يبقى تصحيح كلمة drink drinking. آخر سؤال هقرأه لك وهترجمه لك وهسيبك انت تحله وتبعت لي الحل في التعليقات وهرد عليك ان شاء الله. Number 6. You should avoid make bad friend. ويلا حل السؤال وابعته لي في التعليقات وهرد عليك ان شاء الله.
وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.